في عالم كل الناس بيتولدوا فيه بنجوم سحرية بنلاقي فاميشيا، واللي بتكون البنت اللي اتولدت من غير نجمة، وأول ما أهلها بيكتشفوا كده بيرموها بره البيت، وأصحابها كمان بيقلبوا عليها وبدأوا يحدفوا عليها طوب وخلوها تجري تهرول عشان تبقى على قيد الحياة، لحد ما بتقابل السلايم ده اللي بيغير حياتها 180 درجة، فبتسميه سورا. وقبل ما نبدأ قصتنا ما تنساش اللايك والاشتراك وتعليق يحفزنا نكمل، وبس يلا مشاهدة ممتعة. قصتنا بتبدأ براجل قاعد بينحت في خشب لحد ما سمع صوت بيبي بيعيط، فبيتحمس وبيجري جوه البيت، فبيلاقي خدامة بتقول له مراتك ولدت بنت وصحتها زي الفل. فمراته سالته هتسميها ايه، فبيقول لها هنسميها فاميشيا. واول ما بيبي سمعت الاسم ده بتضحك، وبعد فتره فاميشيا بتكبر وبتبقى بنوته كده كيوت، وبتلاقي ابوها شغال في بناء بيتهم الجديد، فبتروح تجيب له اكل وبيقعدوا ياكلوا سوا مع اخوها الكبير. وهي بتاكل بنلاقيها بتشرق من العيش. اخوها هنا بيقول لها كلي بالراحه، فردت عليه وقالت له انا بكبر ولازم اكل كتير. وبعد ما رجعوا البيت امها استقبلتهم بضحكه دافيه كده وهي بتحط الاكل على السفره، فبنلاقي اخوها الصغير بيضايقها عشان تتعلم شويه سحر وحتى لو شيء بسيط، فامها بتدافع عنها وبتقول انها هتتعلم على مهلها. وبعد كده بيقعدوا كلهم يتعشوا كعيله سعيده مع بعض. وبعد شويه وهي بتلعب بالعابها وبتقول وهي فرحانه عيد ميلادي قرب، فابوها قال لها ايوه وهتاخدي كمان هديه مميزه وهي مهاراتك. فامها بتسالها وبتقول لها انت مبسوطه يا فمشي عشان هتكملي 5 سنين؟ فبتبص لها وبتضحك. وهم قاعدين بقى بيتكلموا حد بيخبط على الباب، وبتطلع ست اسمها لوبا واللي بتكون العرافه بتاعت القريه، وقالت انها جايه تبارك لفاميشيا بعيد ميلادها. فامها بترحب بيها وبتدخلها البيت. العرافه هنا بتفتكر لما زارت فاميشيا وهي عندها 2 سنين، وقالت لها انها عارفه ان عندها ذكريات من حياه تانية، ونصحتها ما تقولش لحد عشان ده ممكن يسبب مشاكل. ففاميشيا هنا وعدتها انها مش هتقول لاي حد. وبعد ما خلصت دعواتها الحلوه قالت انا همشي دلوقتي. وهي ماشيه بنلاقي بصت ورا وهي قلقانه. واخيرا بيجي اليوم الكبير بتاعهم وبنلاقي فاميشيا تمت 5 سنين وكانت قاعده في المعبد مع اهلها. فالكاهن بيقول لها النهارده هتحصلي على مهاراتك السحريه، وبيناديها عشان تلمس الميه المقدسه. وبعد ما بتلمسها رجعت خطوه لورا، والكاهن هنا بدا ينطق بكلمات سحريه، فظهرت فقاعة مائية واستقبل من خلالها رسالة إلهية. ده فهمهم طبعا. وبعدها بص ناحيتها وقال البنت دي عندها مهارة الترويض وبتقدر تكسب الوحوش في صفها. أهلها فرحوا جدا، لكن لما الكاهن بيبص على عدد النجوم بتاعتها بيتصدم وما بيلاقيش ولا نجمة. وعلامات الاشمئزاز بقى هنا ظهرت على وشه، لكن الكاهن هنا بيهز راسه وبيسيبهم ويمشي، وهو بيقول الرسالة الإلهية عمرها ما هتغلط. بيبقوا بقى في البيت وأبوها هنا بيكون غضبان على الآخر وقاعد يشرب ويزعق ويقول كل العيلة عندهم نجوم إلا هي. فأمها حاولت تهديه بس هو كان غضبان لدرجة إنه كسر لعبتها المفضلة اللي هو بنفسه كان عاملها لها. وفجأة بيبص لمراته وبيقول لها وهو شاكك. الكلمة دي وجعتها قوي وخلت دموعها نزلت على طول، فمشى جريت عليها عشان تحاول تهديها، بس اخوها بيمسك ايديها هنا بخشونه وبيجرها بعيد. بصت لاختها الكبيره عشان تستنجد بيها، لكن لقت اختها بتبص لها باحتقار وسابت الموضوع وكانه مش فارق معاها. وقبل ما تفهم اي حاجه اخوها زقها بره البيت وقال لها ببرود يلا اختفي من هنا. للاسف المعاناه ما خلصتش عند كده، واول ما خرجت اهل القريه عرفوا انها من غير نجمه وبداوا يهاجموها بكلام قاسي، والعيال مسكوا طوب وبداوا يحدفوا عليها لحد ما جسمها ووشها بقى مليان دم وجروح، وما كانش قدامها غير انها تجري عشان تنقذ حياتها. وقفت تاخد نفس شويه، بس لقت الكراوين دول محاوطينها بعيون مليانه كره، فبتجري من القريه وهي بتسال نفسها هو انا عملت ايه لكل ده؟ فبتبص وراها وبتقول بزعل انا خلاص ما بقاش ليا مكان هناك. دموعها بدات تنزل يا عيني ولا اكنه بحر، وفضلت ماشيه وسط الغابه لساعات والمطر كان نازل بغزاره، جسمها كله كان سقعان. بس اخيرا لقت كهف ودخلت فيه عشان تتحمى من المطر، بس الجو كان تلج موت، فحاولت تولع نار بسحرها بس ما قدرتش، ففضلت تحاول لحد ما عينها بدات تزوغ ووقعت واغمى عليها. ولما بتفتح عينها بتلاقي ست عجوزه قاعده جنبها، وكانت العرافه، وبصت لها وقالت لها الرؤيه بتاعتي كانت قايله لي ان ده هيحصل لك. بعدها اديتها شوربه سخنه ففمشة بتشربها وهي فرحانه. وبعد كده العجوز بتقعد معاها وبتديها شنطه سحريه وكتاب، وقالت لها دول هيكونوا مفيدين ليكي دايما. ومن اليوم ده الست العجوز بقت زي امها بالظبط، علمتها القرايه والكتابه وازاي تعيش في الدنيا دي. لكن في يوم من الايام العجوز خرجت وما رجعتش تاني، والقلق هنا بدا ياكل قلب فاميشيا، فقررت تروح للقريه عشان تعرف ايه اللي حصل. ولما قربت سمعت الناس بيتكلموا بيقولوا ان العجوز ماتت. قلب فاميشيا هنا بتكسر في اللحظه دي، وابوها كان واقف قدام كبير القريه وبيقول له بكل برود البنت دي ملعونه لازم نموتها، هي السبب في موت العجوزه. الكلام ده يعني بيدمرها تماما. فسمعت صوت في دماغها واللي بيكون صوت امها واللي بتقول لها كان احسن لو ما كنتش اتولدتي اصلا. كبير القريه جمع الناس كلهم وقال لهم بصوت عالي لازم نقضي عليها، هي السبب في اللي حصل. وفجاه لقت كل اهل قريتها بيجروا وراها وناويين يقتلوها، فبتجري عيني بكل قوتها، بس المره دي مش بس للهروب، المره دي عشان تنقذ حياتها بجد. وبعد ما جريت كتير وصلت لمكان امن في الغابه، هناك استخدمت حلل وطاسات عشان تعمل بيهم انذار عشان لو حد قرب تقدر تعرف مين. وبعدين طلعت الشنطه السحريه اللي كانت مخبياها وبدات تحط فيها كل ادوات الطبخ،
وبعد شويه بتجمع كل الحاجات المهمه وحتى شويه جرعات علاجيه، ودلوقتي هي بتكون مستعده تبدا حياتها الجديده المليانه سرعات كتير في حياتها، وبتقول في نفسها انا اللي محدش عايزني، انا اللي اترميت، وبتبقى زعلانه. تاني يوم وهي بتتمشى اكتشفت مكان بيرموا فيه الزباله، وفضلت تدور فيه على اي حاجه مفيده، واثناء وهي بتدور بتشد شنطه وفجاه بتلاقي نفسها بتسحب اسلحه كتير، فبصت جوه الشنطه بفرحه لانها لقت شويه هدوم وجرعه علاج وخريطه. بس قبل ما تكمل بتسمع صوت رجاله جايين وكانوا بيأمروا السليمات انها تنظف المكان، فلما سمعتهم بيقولوا انهم بيدوروا عليها بتجري بسرعه، وهي مستخبيه سمعتهم بيتكلموا عن الجايزه اللي على راسها سواء يجيبوها ميته او حيه، فقلبها بيقع عند رجليها لما بتسمع كده، وفهمت ان كبير القريه ناوي يقتلها، وفضلت تجري لحد ما الليله عدت على خير، وبتنام تحت الشجره. تاني يوم وهي بتعدي من ميه ضحله والهواء بيبقى جامد، كانت هتقع بس بتلحق نفسها، بس فجأة حست بحاجة بتلزق في رجليها، فبتبص وبتلاقيها سلايمات صغيرة بدأت تظهر وتهاجمها، ففضلت تجري لكن السلايمات كانت بتطاردها، وفجأة رجليها اتزحلقت وبدأت تتدحرج على الأرض لحد ما وقعت من فوق تلة، بس ما استحملش وانكسر فبتقع وبتتجرح، بس لحسن حظها كان عندها جرعة علاج فبتستخدمها وعالجت نفسها. وأول ما قامت شافت قدامها بحيرة جميلة والمية شكلها مغري، وهي كانت تعبانة جدا فبتقلع هدومها وبتنط فيها، والميه البارده دي حسستها براحه غريبه، وبعد ما خلصت قعدت تفكر وقررت انها مش هتعيش ضحيه تاني وانها هتعيش حياتها لاقصى درجه، فبدات تمسك شعرها وبتقصه قصير عشان يبقى شكلها شبه الولد، لان السفر لوحدها كبنت هيبقى خطر، فبتفتش في الشنطه ولقت هدوم رجالي فبتلبسهم وبتقرر تغير اسمها لايفي زي النبته اللي حتى لو حد داس عليها بتفضل عايشه. بيجي اليوم اللي بعده وهي ماشيه في طريقها سمعت صوت غريب جاي من الحقول الخضراء، فقربت بحذر كده، ولما وصلت لقت سلايم صغير مستخبي وسط الزرع، ففتحت الكتاب السحري عشان تعرف اكتر عنه، وبتعرف انه نوع ضعيف جدا، ومش بس كده لا ده كمان اضعف واحد في الفصيله بتاعته، فبصت له وقالت له انت اضعف واحد في نوعك زي بالظبط، وبعد شويه تفكير قررت تديه اسم، بس الهوا وقتها كان شديد جدا والسلام الصغير ده طار من على اوراق العشب وبيقوم واقع على الارض، فايفي بتبص له وشافته ضعيف جدا وانه مش قادر يقوم لوحده، ففتشت اكتر في الكتاب وعرفت ان السلايم ده اضعف من انه حتى يتحمل لمسه واحده، ولو حد لمسه ممكن يختفي على طول، فبتقلق انها لو مسكته ممكن يختفي، ففكرت شويه وبعدها بحذر قلبته على الناحيه التانيه وكملت قرايه، والكتاب بيقول ان عمر النوع ده من السلايم اقل من يوم ومحدش يعرف عنه حاجات كتير، وفجاه بتهب ريح قويه بتطيره بعيد اكتر. ايفي اتوترت وجرت بسرعه تنقذه قبل ما يقع في النهر اللي تحت، ولحقت تمسكه في اخر لحظه وبصيت له بحنان وبتقول له حتى لو كان عمرك يوم واحد بس خلينا نقضي الوقت ده مع بعض. الليله دي بقى بتقرر انها تفضل صاحيه عشان تحميه، وفضلت تحكي له قصتها كلها، وحتى انها كمان اعترفت له ان عندها ذكريات من حياتها اللي فاتت، وفضلت تتكلم معاه طوال الليل، بس فجاه صحت الصبح واكتشفت ان غلبها النوم، فبتدور عليه ومش لاقياه، فقلبها بيوجعها جامد ودموعها بتنزل، واحساس الوحده ده بدا يرجع لها تاني، لكن رغم كده قررت تكمل طريقها وتفتش عن الخريطه، واول ما بتفتحها السلام بينط منها، فبتفرح جدا وحست بارتياح رهيب لان السلايم لسه عايش، فبتسال نفسها وبتقول يعني الكتاب كان غلط، ومسكت الكتاب بحماس وقررت تتعلم ازاي تروضه، فبتقرب منه بتطبطب كده على راسه، وفجاه السلايم بيبدا ينور، وده معناه انها بتعمل الحاجه الصح، والكتاب قال ان السلايم ده محتاج اسم، وبما انه ازرق فبتبتسم له وبتقول له انا هسميك سورا عشان لونه زي لون السما، وفي اللحظه دي ظهر كريستال ازرق فوق راسه، وده بيبقى دليل انها روضته رسميا، فسورا هنا نطت عليها بفرحه وهي حضنتها بلطف ورفعتها لفوق وقالت بابتسامه دافيه انت اول صديقه ليا. واليوم اللي بعده بدا وايفي كانت مصحصحه بدري وبتحط فخوخ وبتقدر تمسك فار، واللي بتشيل جلده بتلفه في ورقه وبتخبيه في شنطتها، وبتقول لسورا وهي فرحانه النهارده هنعمل حفله اكل، فبتبص في الخريطه وبتدور على طريق للعاصمه الملكيه بس ما لقيتش حاجه، فبتقرر تروح اقرب قريه يمكن تلاقي خريطه هناك احسن، وفجاه بيجي هوا جامد بياخد صوره، بس ايفي هنا كانت اسرع ولحقتها في اخر لحظه قبل ما تضيع منها، في اللحظه دي سمعت صوت وبسرعه خبت صوره في الشنطه وطلعت على اقرب شجره، فلقت سرب نمل كبير قاتل بيعدي من تحتيها، ففضلت ثابته لحد ما عدوا، لكن ايفي بتستغرب انها بقت اتقل واكبر شويه، وفجاه قالت وهي متألمه يا نهار ده انا اتجرحت من فرع الشجره، فبتنزل صوره وبتبدا تدور في شنطتها على اي حاجه تعالج الجرح ده، وبتلاقي دواء ازرق واللي هي بتكون الجرعات، بس للاسف بيطلعوا منتهين الصلاحيه، واستخدمت واحد ما نفعش فاضطرت تستخدمهم كلهم لحد ما كلهم خلصوا، وبتدور على اي زياده لكن مش بتلاقي، فبتقول لسوره شكلنا ضيعنا شويه في الطريق يا سوره، وهي مكمله في طريقها فجاه عينيها وقعت على ورقه مكتوب عليها انها مطلوبه،
مطلوبة ومكافأة كبيرة للي هيجيبها. قلبها هنا بيقع في رجليها وبتمسك الورقة دي وبتقطعها، وهي بتقول انا ما بقتش فمشية خلاص. وما لحقتش تهدى وبصت حواليها، لقت ملصقات تانية متعلقة في كل حتة، فقعدت تشدهم واحدة ورا التانية وهي متعصبة. واخيرا وصلت للقرية ولاحظت ان الناس هناك بيستخدموا السحر في اي حاجة، حتى في ابسط المهام. وهي ماشية عينها وقعت على محل جزارة، وجالها فكرة انها تبيع الفار اللي اصطادته، بس مجرد التفكير انها ممكن تتكشف فخافت. بس قبل ما تمشي صاحب المحل لمحها ونادى عليها وبيقول لها في يا بنتي، انا هنا ببيع لحمة، واضح ان عندي مهارة الشم بنجمتين. وابتسم وسلمها 100 عملة وقال لها بهزار خدي 100 مليون دو. وهي واقفة مصدومة مش فاهمة اي حاجة. ده ودي عامة العملة بتاعتهم. المهم دخلت فرن تشتري عيش، فخرجت لها ست وبتقول له عاوز ايه، طبعا هو عشان متنكر على ولد. فهي بدأت تختار، وبعد ما خلصت الست قالت الحساب 20 دو. فايفي سلمتها الفلوس وقالت بهزار اتفضلي 20 مليون دو. فالست قعدت تضحك وبتقول انت ولد ظريف قوي. خرجت ايفي مبسوطة وقعدت تحت شجرة مع سورة وبتقوم مقسمة العيش وبدأت تاكل معاها. لكن لما بصت لسورة لاحظت انها مش عايزة تاكل. وتاني يوم ايفي وسورة رجعوا للغابة عشان يصطادوا فران، وهي ماشية عينها بتقع على مكان الناس بيرموا فيه الزبالة، فبتفضل تألف في الحاجات لحد ما لقت شوية ازايز علاج، منها منتهي الصلاحية ومنها عادي، فقعدت تاخد منها اللي ممكن ينفع. وهي بتحط العلاج الازرق على جنب بنلاقي صورة فجأة بدأت تمتصها، فاستغربت، فبتقرر تديه شوية حاجات تانية من الزبالة عشان تشوف بتقدر تمتصها ولا لا، لكنها بترفض. ولما اديتها العلاج الازرق امتصتها على طول، فجربت تديه العلاج الاحمر، بس سورة هنا طنشتها. وبعد كده بتروح المحل وبتبيع الفيران اللي اصطادتها، وبعدها اشترت شويه عيش وهي فرحانه. وبعدها بتقرر انها تاخد راحه، ففضلت تلعب في الميه وبتستمتع لحد ما خلصت. وبعد ما خلصت قعدت تاكل عيش، وفي نفس الوقت ادت سورة علاج ازرق تمتصها. تاني يوم وهي بتتمشى في القرية لمحت شوية مغامرين وقلبها وقع في رجليها، دول الناس اللي بيدوروا عليها. فحاولت تمسك نفسها وتتصرف عادي، بس واحد فيهم بصلها وقال لها هات الشنطة اللي معاك. وبدون تفكير رجليها خدتها وطلعت تهرول، وقعدوا يضحكوا ويقولوا شكله عيل صغير خاف مننا. وهي بتجري الجزار وقفها وسألها ايه اصطادتي فيران ولا لسه؟ قالت له لسه، لكنها لمحت بوستر المكافأة بتاعها متعلقة عنده، زوغت منه وجريت وهي بتقول هعدي عليك بعدين. وبعد شوية وصلت للمخبز، والست الطيبة اللي شغالة هناك ابتسمت لها وقالت لها بصي عملت لك العيش اللي انت بتحبيه النهارده. بس برضه هنا ايفي بتلمح البوستر تاني متعلق جنب الفرن، فبتجري. بالليل بنلاقيها قاعدة فوق فرع الشجرة وعينيها مليانة دموع، وطلعت صورة من الشنطة وحضنتها جامد وقالت بصوت وهي زعلانة يا ترى في حتة في الدنيا دي ممكن اعيش فيها براحتي. وبيجي تاني يوم وهي ماشية في الغابة كانت ايفي بتفكر تسيب القرية، خصوصا ان بوسترات المكافأة عليها بقت في كل حتة، وكان قدامها طريقين. بصت في الخريطة وهي مش عارفة تمشي في انهي اتجاه، وفجأة صورة بدأت تتهز، فبصت لها وقالت جعانة؟ انا كمان، يلا نشوف حاجه ناكلها. وهي بتكمل مشي وصلت للنهر وقررت تملي القاروره بتاعتها، وبعدها عينيها وقعت على شجره مليانه فاكهه، فقربت منها وقالت لسوره تجرب تاكل حاجه جديده يمكن تعجبها. بس سوره بدات تحرك راسها وكأنها بتقول لها لا، وبسرعه فهمت ان الشجره دي مش طبيعيه. وبتلاقي واحد طلع من الشجره وعرفت ان الشجره دي بتبلع الناس وترميهم بعد ما تخلص عليهم. خافت جدا وجريت لحد ما وصلت لمكان امن، ولاحظت ان ايديها مجروحه جامد وفاكره انها كده خلاص، وبتلاقي ان مفيش نقطه علاج معاها. فبنلاقي سوره وقفت على الجرح اللي على ايدها، وهي هنا فكرت انه ممكن ياكلها لانه في الاخر وحش والوحوش بتاكل البشر، وبتروح في النوم من شده التعب. وبنلاقي صحيت بالليل وبتلاقي الجروح بتاعتها خفت، وسوره قاعده جنبها ومش بتاكلها، بالعكس ده هي كانت بتعالجها. فبصت للسما كده وقالت لنفسها حتى لو اكلتني هتفرق، انا اصلا محدش عايزني. وبيجي تاني يوم الصبح سوره بدات تنط عليها عشان تصحيها، ففتحت عينها ومسكت ايديها بتبص على الجرح، وبتلاقيه انه اختفى تماما. فبتبص لسوره وقالت لها انت انقذتيني يا سوره، وكل اللي سوره قالته بو بو. فايفي استغربت وبتقول له انت تكلمي لاول مره اخيرا، وبتشيل سوره وهي فرحانه وبتقول لها بس كل اللي بتعرفيه هو بوبو. وبالله دموعها بتنزل وبتقول انت الوحيده اللي عندي في الدنيا دي. تاني يوم الصبح سوره بدات تهتف وبتقول بو 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 عشان تصحيها، وعامله نفسها منبه. ففتحت ايفي عينيها وبتقول لها طيب صحيت خلاص، وقامت وقالت لها يلا نكمل رحلتنا. قعدوا يفطروا في الاول، وبعد كده ايفي اكلت شويه فاكهه، وسوره بتشرب العلاجات السحريه كالعاده. فجاه ايفي لاحظت سوره بتنط، فمسكتها وقالت لها انت بقيتي قويه، وبعدها بتكمل اكلها. لكن فجاه سوره بدات تعيط علشان لسه جعانه، فقررت ايفي يروحوا للمكان اللي فيه الزباله. واول ما بيوصلوا هناك بدات ايفي تدور شويه، ولقيت شويه هدوم في صندوق، وبعدين شافت ازايز علاجات، طلعت واحده واديتها لها. وبالله سوره هنا شربتها على طول. وايفي هنا جربت تديها باقي العلاجات، لكن سوره رفضت.
فايفي قررت تخلطهم مع بعض واديتها لها تاني، فسورة شربتها. وبعد ما كملوا ايفي لاحظت ان سورة بقت مصحصحة وفايقة اكتر، وكان واضح انها مبسوطة جدا. وبالليل شافت شوية توت فجرت بسرعة علشان تجيبهم، وحاولت تدي شوية لسورة، بس سورة عملت وش كده زي ما هي اكنها مش عايزة تاكلهم، فبتقطف ايفي التوت وبعد كده بيقعدوا مع بعض على جنب عشان ياكلوا. واول ما ايفي كانت لسه هتبدأ تاكل لقت سورة خلصت شرب العلاجات، وشافت سورة بتاكل بسرعة فبتديها مرة تانية. وبالله برضه سورة بتشربهم في ثواني، فايفي مسكتها وقالت لها عايزة تسمعي قصة قبل النوم عشان ما تطلبش يعني اكل تاني. فبيقعدوا على الشجرة وايفي بتقول لها دي قصة سمعتها وانا صغيرة. كان في حرب عالمية، الملك جمع السحرة وعملوا تنبؤات عن نهاية الحرب، وقالوا ان العالم هيتدمر، فبيستخدموا سحر قوي علشان يحموه، لكن نوع السحر ده مش معروف. وفي الصورة بتقول ان في طفل من عالم تاني هيقدر يستخدم السحر ده. وبعد ما ايفي نامت بنلاقي سورة بتصحيها، لكن ايفي بتقول لها بلاش دلوقتي خليني اخلص، وابتدت تعاتب سورة على انها اكلت كل العلاجات اللي في الشنطة. وبدأوا يحاولوا يمسكوا شوية فئران، بس بعد كل ده لقوا تعبان، فايفي بتفكر تبيعه، بس كانت خايفة تقرب منه في الأول، فاستخدمت قماشة من شنطتها عشان تمسك التعبان ده وبتربطه بحبل. ايفي بتشم ريحة وحشة وسورة بقت مرعوبة جدا، ولما قربوا اكتشفوا حصان ميت مع كام جثة رجالة حوالين المكان. ايفي هنا اتفاجئت وجريت تهرول لحد ما وصلوا للمدينة بعيدة، وباللقاها دخلت في النقابة تطلب المساعدة. ولما شرحت لهم على الرجالة اللي كانوا ميتين، واحد منهم طلب منها تفاصيل أكتر وبعت ناس يروحوا هناك للمكان، ووعدها بمكافأة لو المعلومات دي طلعت صحيحة. وموظفة الاستقبال هنا بتدي ايفي ورقة وقالت لها انها تبقى تيجي تاخد المكافأة بتاعتها لما يكون المعلومات صحيحة. بعدها ايفي بتروح تبيع التعبان، وبالله اخدت 3 جليت، يعني معنى كده ان التعبان الواحد ب 30 فار. بعد كده بتروح لمكان الزبالة، وبالله اكتشفت شنط سحرية كتير واتحمست جدا. وبالله برضو سورة لقت علاجات سحرية زي ما هي تحب، وبدأت تاكل شوية من العلاجات الزرقاء دي. وايفي هنا كانت بتحاول تلم الشنط السحرية الكتير دي، وبدأت تجرب تكتشف اي واحدة منهم تقدر تحط جواها شنطة تانية. وبعد تعب شوية لقت انها عملت ترتيب جميل بين الشنط الكبيرة والصغيرة، وهي ماشية وصلت للمدينة مع سورة وبتخبي نفسها، لكن الفارس اللي قابلته لقاها فقرب منها وقال لها ان المعلومات اللي هي كانت قايلاها كانت صح، وان الوحوش هي اللي قتلت المغامرين دول، فالمغامرين الاقوياء راحوا يصطادوا الوحوش دول. وبيقول لها خلاص روحي خدي المكافأة بتاعتك. فالسكرتيرة بتطلب منها الوثيقة، فايفي بتخرج الشنط وبتديها الوثيقة تاني، وبعد كده السكرتيرة بتديها تابلو فضي كمكافأة. ايفي هنا بدأت تحسب ثمنه ولقيته انه بيساوي 5 جليت، يعني تمن 50 فار. بس السكرتيرة برضو ما سكتتش، وكمان اديتها عملتين ذهب وقالت لها يلا مش خسارة فيكي. ايفي هنا فرحت جدا ان معاها فلوس قد كده، وقبل ما تخرج السكرتيرة قالت لها خدي شنطك وانتي طالعة. وهي خارجة بتلاقي الناس بيضحكوا عليها، فعرفت انهم بيضحكوا على الشنط الكتير اللي هي ماسكاها. الليل بيجي بقى والناس كانوا مستمتعين بوقتهم، وايفي كانت بتاكل وبتدي سورة شوية من العلاجات بتاعتها، وبعدين بتبص على الخريطة عشان تعرف تكمل طريقها، وبتنام وهي بتقول لسورة بقى حلو السفر معاكي. في اليوم اللي بعده ايفي كانت متضايقة لانها لقت الفخ بتاعها مكسور، وبتقول بالطريقة دي مش هقدر اكسب فلوس، وفتحت شنطتها عشان تشوف فلوسها كام. فبنلاقي سوريا جريت وايفي بدأت تجري وراها، ولما وصلوا لقوا وحش سحري تعبان، ففتحت كتابها وقرت وافتكرت ان الوحش ده هيموت، فراحت تطبطب عليه وبتقول له اكيد انت خايف، انا كمان كنت خايفة قبل ما اموت. فسوريا هنا بتحس بالزعل على الوحش، فنطت عليه وغطته وعالجت كل جروحه. وفينا كانت مذهولة من اللي سورا بتعمله، وبتستنى لحد ما سورا تخلص علاج الوحش، وبعدها سورا بتنط على ايديها تاني. فايفي سألتها وبتقول لها خلصتي؟ فالوحش قرب منها، وايفي هنا خافت في البداية انه يهاجمها، لكن الوحش بدل كده كان بيظهر لها مشاعر حلوة كأنه بيشكرها عشان عالجته، فطبطبت عليه وبتقول له انت فعلا كيوت. بعد كده وهم ماشيين في الغابة ايفي قالت بقى عندي صديق تاني دلوقتي، على الاقل لازم اديك اسم، وهيكون اسمك سيل، يعني السما بلغة تانية. وقالت له انا ايفي والصغيره دي سورا. وهم مكملين ايفي حست ان في ناس قريبين، وقالت لسورا ادخلي في الشنطه، وسيل راح استخبى في الشجر بسرعه. وبعد شويه وصلت ايفي لبوابه المدينه الجديده، وفي اللحظه دي راجل ظهر معدي من جنبها وقال لها يا ولد ما تلعبش مع حد هنا. وهو كان داخل المدينه الحارس وقفه وسأله انت جاي هنا ليه في قريه لاتوم؟ فالراجل رد وقال له في صديق ليا هنا. الحارس كان شاكك فيه لان الراجل ما قالش اسم صاحبه، فزقه على الحيطه وفتح شنطته وكل حاجه وقعت منها، وكمان لقى ان في معاه كحولات. فمسك الراجل وقال له تعالى هنا، يعني جاي تبيع كحول هنا بشكل غير قانوني؟ في اللحظه دي في حارس تاني وصل وقال له ده مجرم بس ما تتعاملش معاه بالشده دي كده، واخده على الزنزانه. ايفي بعد ما شافت اللي حصل بصت لسورا وقالت انت حسيتي من الاول ان الراجل ده مش كويس صح؟ ودلوقتي بقى دورها تعدي من البوابه، بس كانت مرعوبه من الحارس، ورغم كده حاولت تتماسك وهي داخله، لكن الحارس هنا بيوقفها وقلبها كان هيقع من الرعب. في حشره بتقف على كتف الحارس، فسألها ايه في حاجه؟ قالت له بسرعه في دبانه، فبص على كتفه وشالها وقال لها كويس شكرا سورا.
وقبل ما تمشي سألها انت تبع مين. ردت وهي بتحاول تخبي توترها وبتقول له انا من قرية لاتومي. قال لها سمعت ان الدنيا هناك صعبة، بس دلوقتي انت في لادوم، الحال هيبقى تمام هنا. وسابها تدخل، واول ما دخلت كانت مبهورة بحجم المدينة والمباني الكبيرة اللي موجودة فيها وحتى الناس في كل حتة، فقررت تروح للجزارة وسألت الست هناك وبتقول لها لو هي جابت فئران هتشتريها. فالست ابتسمت لها وقالت لها طبعا، بس خلي بالك من الوحوش اللي في الغابة. فقالت لها ماشي، وعايزة كمان تشتري شوية لحمة. وبعدها مشيت وهي بتفكر هي فين هتبات، فعينيها بتقع على مكان واسع مليان مغامرين مجتمعين مع بعض. بس لما شافت الحارس اللي هناك اترددت، رغم كده شدت نفسها ومشيت عنده وقالت له عايزة مكان تبات فيه. فقال لها على مكان تقدر تبات فيه، واداها بطاقة خشبية علشان تدخل. ودخلت فردت الحصيرة بتاعتها واتمددت عليها، بس لما بصت حواليها لاحظت ان كل الناس عندهم خيام الا هي. فبتبص لسورة وبتقول لها لو كان عندنا خيمة كنت هسيبك تخرجي براحتك. فبتاخد نفس عميق وقالت يبقى نروح السوق ونشوف خيمة بقى. وهي واقفة محتارة تختار انهي خيمة تشتريها، فمرة واحدة الحارس ظهر من وراها وقلبها وقع من الخوف. والحارس التاني جه وقال له ما تخوفش العيال بالطريقة دي. فبيقول لها انا اسمي اوجدو. فايفي بترد عليه وهي لسه متوترة انا ايفي. ابتسم اوجدو وقال تعالى اساعدك تختاري خيمة. ايفي كانت مترددة شوية، بس الحارس التاني اللي اسمه فليفار قال لها متلاقيش، هو مش واحد من الاشرار. ومشيوا مع بعض لحد ما وصلوا المحل راجل عجوز بيبيع الخيام، واوجدو بينادي عليه عندك زبون يا حاج، هات لنا كده حاجه كويسه وسعرها حلو للواد ده. الراجل العجوز بدا يدور بقى بين الحاجات اللي عنده، وايفي سالت وهي قلقانه هو عموما الخيام بتتكلف كام؟ تفتكر لو معايا عمله فضيه يكفي؟ لان الميزانيه بتاعتي 5 جدل. الحارس رفع حواجبه مستغرب، 5 جدل؟ جبت الفلوس دي كلها منين؟ فايفي ردت بسرعه وخدت مكافاه علشان بلغت عن ضحايا الهجوم الوحوش. فالراجل العجوز هنا بيسلمها الخيمه وهو بيقول لها دي احسن خيمه ممكن تلاقيها مقابل 5 جلات. ايفي هنا خدت الخيمه وفرحانه انها لقت حاجه كويسه بالسعر ده، وبتقوم دافعه الفلوس. والراجل العجوز بيبتسم لها وبيقول لها الافضل انك تحطي علامه عليها علشان ما تتوهش وسط بقيه الخيم. ومن غير ما تتردد ايفي كتبت اسم سورة على الخيمه كانها بتاكد ان هو بيتها الجديد. الراجل العجوز وهو بيقول لها بما انك زبونه شاطره خدي بقى الشنطه السحريه دي هديه مني. وخرجت بره المحل ووقفت قدام الحراس وهي فرحانه وبتشكرهم على المساعده. وبعدها بتروح عشان تعمل الخيمه بتاعتها، وفضلت تشتغل عليها وهي متحمسه. وبعد شويه اخيرا وصلت ووقفت تبص عليها وهي فخوره، وبتقوم داخله بسرعه وبتسحب الستاره. وبعدين طلعت سورة من الشنطه. فسورة اول ما شافت الخيمه بدات تنط في كل حته، وايفي بتقوم ضحكه وبتقول لها ده بقى بيتنا الجديد يا سورة. وبتحضنها وبتقول لها لازم نحتفل بالمناسبه دي، يلا بينا نروح لمكان الزباله السحريه نجمع شويه علاجات. ومن غير ما تتردد ايمي بتقوم على طول وبتاخد الشنطه بتاعتها. واول ما خرجت من الخيمه فجاه ظهر شويه مغامرين، واحد فيهم بيتكلم وهو متعصب وبيقول انت حراميه، دي خيمتي انا. فايفي بصت له كده وقالت له لا انا ما سرقتش حاجه. لكن الراجل برضه ما صدقش كلامها ومسكها من دراعها. والبنت اللي كانت جنبه فتحوا الشنطه، واول ما شافوا سورة وقفوا مبهورين لانهم عمرهم ما شافوا مخلوق زيه قبل كده. ايفي هنا حاولت تهرب، بس الراجل الكبير اللي زي الحيط ده مسكها من هدومها ورفعها لفوق. عينها دمعت وخلاص كانت هتعيط، لكن فجاه بيظهر الحارس وبينادي عليهم وبيقول لهم سيب الولد والا هتتعاقبوا. لكن الراجل بيطنشه، فالحارس بيتحرك بسرعه وخلص ايفي من ايد الراجل وبيقول له الخيمه دي بتاعت الولد ده. فالراجل الغشيم بيقول له مستحيل العيل ده يكون اشترى خيمه بالجوده دي، اوجدو بنفسه ساعده انه يشتريها، انت متاكد خيمتك اتسرقت ولا بتكذب؟ فالراجل اتلخبط هنا وتردد، وبعد لحظه قال له هو بيتلعثم في الكلام ممكن نكون غلطنا. لكن قبل ما يهربوا الحارس صرخ وهو بيقول امسكوهم، وفجاه بيندى الحراس ووقعوهم على الارض وكتفوهم وبيودوهم للسجن. وبعد كده بيبص لايفي وسالها انت كويسه؟ هي بتشكره على المساعده وبيديها جرعه علاج جديده وبيقول لها اعتبرها تعويض بسيط عن اللي حصل. فايفي خدت الجرعه دي وهي فرحانه وبتقول له شكرا. وفي نص الليل ايفي بصت لسورة وقالت لها اشربي على قد ما تقدري من الجرعات اللي عندنا. وبتبدا سورة تاكل الجرعات اللي جمعتها ايفي من مكان الزباله، لكن اول ما خلصت بصت ناحيه الجرعه الجديده اللي الحارس اداها لايفي. فايفي وهي قاعده بتاكل لاحظت ان سورة مش بتاكل، لكن سورة فضلت بص على العلاج الجديده وكانها عايزه تقول لها انا عايزه دي. فايفي قالت لها لا مش هينفع تشربي دي خالص عشان دي بتاعه الحارس، هنحتاجها لو حصل لنا حاجه. وكده بيجي تاني يوم الصبح صحيت ايفي وهي بتبص لسورة وبتقول لها يلا بينا نطلع نصطاد. وقبل ما تخرج من المدينه راحت تبلغ الحارس زي ما اتفقت معاها قبل كده. وهي ماشيه في الطريق لاحظت ان الحارس اللي بتقابلهم كلهم عارفينها وبيحييها وبيعرضوا عليها المساعده وحتى بيدوها هدايا. استغربت وفضلت تفكر ازاي كلهم عارفيني. وبعد شويه وصلت للغابه وراحت لمكان الفخ اللي هي عاملاه، لكن لما شافتها لقيتها باظت تاني وقالت لو فضلنا على كده مش هنعرف نصطاد حاجه. بس بيظهر سيل وماسك في بقه شويه ارانب. فافي قالت له انت جبت الارانب دي ليا انا؟ فبتحضنه بتقول له ياه انت كيوت قوي. وبعد كده وقفت بسرعه وبصت للارانب
وقالت انا لازم اجهزهم قبل ما يتعفنوا. ووقت ما كانت مشغوله بتنظف الارانب وتجهزهم عشان تبيعهم، كان سيل بيلعب مع سورة وبيجري حواليها، وقالت لسورة يلا بينا على المدينه. وفي الطريق وهم ماشيين فجاه سورة وقعت على عصايه صغيره، واخيرا وصلوا لمحل الجزاره. واول ما شافتهم الست بصت على اللحمه اللي مع ايفي وقالت لها بانبهار اللحمه دي فريش جدا، واضح انك استضيف بايدك مش بالمصيده. فبتبتسم ايفي بفخر وهي بتسلم لها الارانب، والست بتقول لها طالما بالجوده دي المحل مفتوح ليكي في اي وقت. وهي ماشيه بعيد عن محل الجزاره الحراس وقفوا ايفي تاني، فهي بتقول لهم ايه يا جماعه، هو انا مش هعرف امشي في حالي ولا ايه؟ فبست باستغراب ومش فاهمه ليه كل شويه حد يوقف. الموضوع بقى غريب، فقررت تزوق بسرعه قبل ما حد يشوفها تاني. لكن قبل ما تلحق تتحرك فجاه لقت فلور واقف قدامها ولكنه طلع من تحت الارض، وسألها باستغراب ايه في ايه مالك؟ فايفي خدت نفس كده وحكت له عن الحراس اللي مستيبينها في حالها. ففيلار بيضحك وبيقول لها اوكتو قال لهم يراقبوكي ويساعدوكي لو احتجتي حاجه. وبعد ما مشى بيلفت انتباهها محل فاكهه، فبتجري ناحيته بحماس وهي بتبص على الفواكه. وهي بتبص على الفاكهه شافت فاكهه زرزيرو واللي كانت موجوده في قريتها لاتومي، وعرفت انها غاليه جدا. فسالت البياع وبتقول له هي ليه غاليه كده؟ فرد عليها وقال لها السنه دي محصول الفاكهه كان وحش جدا عشان كده غالي. وبعدين سالها وقال لها انت من لاتومي صح كده؟ فقالت له ايوه انا هربت من هناك. فبيقول لها عارفه العرافه بتاعت القريه اللي كانت بتتنبأ بوقت حصاد زرزيرو ماتت؟ فقالت له ايه ازاي؟ فكمل الراجل وقال لها انها كانت تعبانه وزعيم القريه كان بيرفض يديها الدواء وسابها تموت. وبعدها بدأ يلومها هي، والناس بتقول عليها انها ملعونه وجابت النحس للقريه. هي اتعصبت وقالت له ده ظلم، ده هي مجرد بس بنت. فهز الراجل راسه وقال لها دلوقتي قريه لاتومي داخله في ازمه ماليه بسبب نقص المحاصيل. وبعدها الراجل بيديها فاكهه من فاكهه زرزيرو وبيقول لها خدي دي واعتبريها هديه مني. بالليل وفي خيمتها بتفكر ايفي في عيلتها وبدأت تسأل نفسها يا ترى عاملين ايه دلوقتي؟ هل هم كويسين؟ وبتقول ايفي وهي بتبص للسماء انا اتبهدلت وسط اهلي واترميت بره قريتي، ودلوقتي انا في مكان ما اعرفش فيه اي حد، بس الناس هنا طيبين معايا. وبتقوم ماسكه الفاكهه اللي البياع اداها لها وبتقول بجد حاسه ان المكان بقى بيتي. وهي بتاكل الفجأة فجأة افتكرت كلام العجوزه زمان لما كانت بتقول لها لو سافرتي للمدن الكبيره او العواصم ممكن تلاقي ناس تثقي فيهم وتكوني عيله جديده. اليوم اللي بعده صحت ايفي الصبح مصحصحه وكانت بتحيي الناس قبل ما تروح تصطاد. ولما وصلت الغابه حطت الفخ بتاعها وقالت لسورة يلا نعدي على مكان الزباله ونشوف لو في علاجات تشربيها. وهم رايحين حست ان في ناس بتراقبها وبسرعه خلت سورة تنط جوه الشنطه. وفجاه بيظهروا المغامرين عليها في الخيمه وبيقول واحد منهم احنا راجعين ناخد حقنا، هات الكائن النادر اللي معاكي ده. ايفي ردت وهي متعصبه مستحيل. فالراجل بيقرب منها وبيهددها يا اما تسلميها يا اما هخليكي عبره. ايفي اتوترت وبسرعه جريت والراجل بيجري وراها، بس هي ذكيه قطعت الحبل اللي ماسك الفخ فمسك رجليه وتعلق على الهوا. الست اللي معاه بصت له بقرف وقالت له انت مالكش لازمه سيب الموضوع عليا. في اللحظه دي الراجل قدر يقطع الحبل ووقع على الارض ووشه بيبان عليه غضبان وبيقول انا مش هسيب الولد ده يفلت. ايفي كانت لسه بتجري بس الست دي بتظهر قدامها بتقول لها مهما جريتي مش هتهربي. والراجل بيقوم ماسك ايفي بقوه بيقول لها ادينا الكائن ده، بس فجاه بيترعب لما شاف وحش قدامه كبير وقفوا في مكانهم وهم مرعوبين. والست بيغمى عليها من الخوف اول ما الاسد ده بيزور في وشها. والراجل اول ما شاف الفرصه بيجري عشان يهرب، بس النمر ده بينط قدامه وبيسد له الطريق. وقبل ما يستوعب اللي بيحصل عينه غمقت وفقد وعيه. فسيل بص له كده وشاله ورماه فوق الست اللي مغمى عليها. وبعد شويه لقينا ايفي قاعده مع اخته وكان بيطمنها وبيقول لها ان المغامرين اللي حاولوا يأذوها اتحبسوا خلاص. فشكرته لكنه فاجئها بخبر تاني وهو ان الرجاله دول كانوا كمان قطاع طرق، وعشان هي ساعدته في القبض عليهم هتاخد مكافأة 5000 جلت. ايفينا اتصدمت وبدأت تحسب في دماغها يا ترى يساوي كام فار المبلغ ده. اخته هنا بيسلمها المكافأة لكنه نصحها ان المبلغ ده كبير جدا وهي مش هتعرف تمشي في الشارع بالفلوس دي، والاحسن انها تفتح حساب في النقابة التجارية وتحطه هناك. وبنيجي في النقابة ايفي بتدخل مع اخته والموظفة هناك بتبدأ تشرح لها خطوات عشان تفتح الحساب. واول خطوة هي لازم تحط صباعها على ابرة صغيرة وبمجرد ما نقطة دم بتطلع الحساب بيتفتح تلقائيا. اخته هنا بيراجع تفاصيل حسابها وبيقول لها انت هتكملي 9 سنين قريب؟ فايفي بترد عليه وبتقول له ايوه. وبعد كده دخلت اوضه صغيره وحطت القطعه الذهبيه دي على الصينيه قدام موظف البنك، والراجل بيبص لها وبيقول لها مبروك حسابك اتفتح بشكل رسمي، وبيديها بطاقه صغيره كده كملكيه لحسابها الجديد. وهي خارجه من الغرفه فضلت تبص للبطاقه فاخته بيبتسم لها وبيقول لها يلا بينا. وفجاه بيظهر فيليفار وهو غضبان وبيقول اخته مشيتوا سبتني من غير ما تقول لي. فبيمشوا هما الثلاثه مع بعض واخته بيقول لايفي النهارده انا اللي هعزمك. فايفي بتبص له مستغربه وبتقول له ليه كلكم لطيفين معايا كده؟ فاخته هنا بيضحك وبيمسك ايديها وبيقول لها يبقى يلا بينا على المطعم. ولما وصلوا اخته نادى على ست كبيره في السن وقال لها بهزار شايفه البنت دي بنتي اللي في السر. فالست ضحكت وقالت ايه الجمال ده بجد بنتك؟ فبيبتسم لها وبيقول لها كيوت مش كده؟
وبعدها بيقعدوا سوا مع بعض على الترابيزه. اوكتو بقى هنا طلب الاكل، وايفي بتبص على الوجبات اللي الناس بياكلوها، فبيطلب لها نفس الاكله وبيقول لها انا هطلب كتير علشان تاكلي كويس. فايفي بترد عليه بتقول له ايه ده كتير قوي. فبيرد عليه فيليفار وبيقول له على الاقل خليك عاقل وفكر في حجمها قبل ما تطلب. بس اوكتو هنا ما سابش الموضوع واصر انه يطلب الكميه الكبيره دي، وبيقول لايفي كلي ومفيش مشكله. فبتيجي الست اللي عملته وبتقول انا مهاراتي في الطبخ 4 نجوم. ففليفار سالها ايه المهارات اللي عندك، ولما سالوها عندك كام نجمه خافت وزعلت. فاوكتو لاحظ قلقها وقال لها الناس اللي عندهم نجوم كتير ساعات بيكونوا ملهمش لازمه. فليفار بيكمل وبيقول صح، وفي ناس عندها نجمه واحده وبيعملوا شغل يستحق التقدير، فبتحسيش بالاحباط. وهم هنا بقى كانوا بيحسبوا ان عندها نجمه واحده. بس بعد ما وعدوها وقالوا لها مع السلامه، ايفي كانت قاعده في مكانها بتفكر وبتقول انا اصلا ما عنديش ولا نجمه. وبيجي تاني يوم الصبح ايفي قالت لهم هكمل انا رحلتي للعاصمه الملكيه. فاوكتو بيقول لها قولي اسمي هناك وهم هيساعدوكي. فبتمشي وهي بتقول لهم مع السلامه، وبيقول لها اوكتو ابقي ارجعي لنا في يوم من الايام واحنا هنكون مستنينك. وهي ماشيه فليفار بص لاوكتو وقال له انا حققت في موضوع ايفي وعرفت انها بنت هربانه لسبب حاجه. فاوكتو استغرب وقال له ليه؟ فبيرد عليه وبيقول له يمكن في يوم من الايام هي تقول لك بنفسها. ولما مشيت بنشوف سورا بتجري في الغابه، وايفي وراها بتنادي عليها وبتقول لها روقي شويه يا سورا، وهي بتحاول تلحقها. وبعد شويه وقفوا وايفي شربت شويه ميه وهي بتتنفس بصعوبه، وبصت لسورا وقالت لها وهي بتضحك انت ايه طاقتك ما شاء الله مش بتخلص ولا ايه؟ وعجبت بتلاحظ ان شكل سورا اتغير شويه، وافتكرت انها اتطورت بعد ما امتصت جروح بتاعت سيل. وفجاه سورا بصت في اتجاه معين وراحت ناحيته، فهي بتمشي وراها، ولما وصلت وقفت مصدومه وهي بتبص على منطقه واسعه تماما كانها اتكنست من على وش الارض، وبدات تفكر وتقول يا ترى ناو هو اللي عمل كده، ولو كان هو ممكن يرجع يهاجمني تاني. وفجاه سمعت صوت طالع من الشجر، فبتقف مرعوبه. بس سورا هنا بتبتسم وقالت لها بو بو. فايفي بتبص وراها ولقت سيل، فبتقوم جاريه ناحيته بتترمى في حضنه. وبيجي بالليل ايفي كانت قاعده جنب النار وبتاكل اللحمه وهي بتقول من انبساط يا ده طلع طعمها حكايه. بعدها بتبص لسيل بابتسامه وبتقول له بجد لولاك ما كناش اصطادنا كل الارانب دي. بعدها بتشوف سورا وهي بتبتلع الاكل بسرعه وبتقول لها انت كمان بتاكلي كانك ما اكلتيش من سنه يا بنتي هدي شويه. بعد كده بيجي الصبح وبتروح تشوف الفخاخ اللي هي حطتها وبتتصدم انها كلها فاضيه ومفيش ولا فار اصطادته. فاتضايقت وقالت يا نهار ابيض حظي وحش قوي النهارده. بعدين بصت لسورا وقالت لها ما علينا، في حته لحمه متبقيه هنعمل بيها فطار وخلاص. ولكن قبل ما تلحق تتحرك بتلمح حاجه بتقرب منها، وبدون تفكير شالت سورا وبدات تجري وهي بتقول لها هو ايه الاحساس ده، ليه جسمي كده بقى كله تقيل؟ وكل ما بتبص وراها بتحس ان الحاجه دي بتقرب اكتر واكتر، وفضلت تجري لحد ما وصلت لاخر مكان عالي. فوقفت فجاه وهي بتبص لتحت مفيش طريق قدامها، فلفت بسرعه وبصت وراها وبتقول ده شكله بني ادم مش وحش. بس قبل ما تفهم اي حاجه بصت تحت لقت سيل واقف بيقوم مطلع صوت زئير قوي جدا. فايفي هنا اتجمدت مكانها وهي بتبص قدامها وبتلاقي ان الكائن ده اختفى، وبتقول ايه اللي حصل دلوقتي؟ فكملت طريقها وبنلاقي وهي راكبه على ظهر سيل بتعدي وهي وسورا من الجبال الصخريه، وبتبقى مبسوطه وبتقول لسورا كده اريح بكتير مش كده يا سورا؟ بعدها طبطبت على ظهر سيل وبتقول له شكرا ليك جدا يا بطل. بس كانت بتفكر في الوحش وبتقول يا ترى هو كان ايه بالظبط. وفجاه بنلاقي سيل بيقف وبيتحول لمزاج عدواني، فايفي حست ان في حاجه غلط وبتساله بقلق في ايه. هنا ظهر قدامهم اوجر كبير، فسيل بيلف ديله على ايفي وبينزلها من عليه، وبتقوم هي قايله بسرعه سورا ادخلي جوه الشنطه بسرعه، وبيقوم ناطط سيل على الاوجر وبيعضه وبيقعوا هما الاتنين تحت على الميه. فينا بتصرخ وبتقول سيل، وبعدها بترفع راسها وبتتصدم ان كان في اوجرز تانيين بيقربوا منها، بس قالت مفيش وقت لازم اهرب من هنا حالا، وجريت تهرول. وبالله دخلت مكان غريب والمكان ده كله كان بيصرخ وبيقول اهرب فورا. فجاه وهي بتجري رجلها دست على حاجه ولوح خشب بيقع من فوق، بتقوم لاقيه نفسها مرفوعه لفوق ومتعلقه في الشجره. ايه اللي بيحصل؟ وقبل ما تفهم اي حاجه الاوجر اللي كان بيجري وراها نط لفوق عشان يهجم عليها، لكن فجاه واحد ظهر وبدا يولع الدنيا بالنار. الراجل قال اول ضربه نار ليا، وعرف نفسه قال ان اسمه الجرا. ولما بص قدامه لقى طفل صغير متعلق في الفخ، فجرى ناحيتها وهو بيقول ايه اللي جاب الطفل ده هنا. بس قبل ما يوصل لها واحد رمى سهم وقطع الحبل، فالجرا مسكها بسرعه وهو بيقول لحقتها بالعافيه، لكن واحد من الاوجر كان هيخلص عليهم، فبياخد ايفي وبيطلع يجري. بس فجاه بينط على حاجه كبيره كده شبه السلايم، وفي اللحظه دي ظهرت بنت جميله وقالت بابتسامه شكرا يا ميلا، جت في وقتها. وبنلاقي ميلا رجعت السلايم بتاعها وقالت لهم لسه في وحوش تانية خلينا نخلص عليهم. ورجعوا للقتال وكل واحد فيهم بيهزم الاوجر بطريقته. ولما خلصت المعركه سالوا ليجرر وهو كان بخير، فرد عليهم وقال لهم كله تمام. لكن فجاه واحد من الاوجر كان لسه في نفس وهاجمهم من ورا، لكن رمي السهام كان جاهز وضربه بسهم اخترق جسمه وبيسقط على الارض. فهي استغربت وبتقول يبقى الفخ اللي وقعت فيه كان معمول للاوجر. وبعدها وهم ماشيين وصلوا لمعسكر الفرقه والقائد بيوريها المكان اللي هي هتقعد فيه. فهي بتبص حوالينها وقالت بانبهار يا
ياه المكان ده عظيم، بس لما عينيها وقعت على سيل قلبها وقع في رجليها، وبتقول في دماغها لو شافوا الناس دي هي ترى هيعملوا معاها ايه، وبتكون واقفه وسط الفرقه ولسه مش مصدقه ايه اللي بيحصل. لكن لما القائد هنا بيجي يبص عليها وبيسالها هو انت كويس يا واد، فردت عليه بسرعه وهي بتحاول انها تبان هاديه وبتقول له اه تمام. وبعدها القائد بيعرفهم بنفسه وبيجي باقي الاعضاء وبيقدموا نفسهم هم كمان واحد ورا التاني، ولما بيخلصوا ايفي بتبتسم وبتقول لهم اسمها وبتشكرهم على اللي هم عملوه. وهم مكملين في الطريق شيفل بص لها وسالها انت كنت بتعملي ايه هنا لوحدك؟ ايفي حكت وهي بتمشي انا في طريق القطوه. فزيزك ضحك وقال بكل ثقه طب تعالي معانا نوصلك. فايفي قالت لهم بحماس بجد طب يلا بينا. واخيرا لما قربوا على المعسكر القائد وراها المكان اللي هم هيقعدوا فيه، وايفي كانت واقفه مبهوره بالمكان وهي بتقول ايه ده المكان ده تحفه قوي. بس فجاه وهي بتبص حواليها شافت سيل وقلبها وقع في رجليها واتوترت وبتقول يا نهار ابيض ده لو حد شافه اكيد هيصطادوه. وبدات تلوح له بايديها بسرعه وهي بتعمل حركات غريبه عشان يفهم يستخبى، وبيبص لها سيل كده بغرابه وكأنه بيقول انت بتعملي ايه يا عبيطه، لكنه بعدها بيلاحظ وبيفهم وبعد كده بيقوم مستخبي بعيد. ليجرا بينادي عليها وبيقول لها من بعيد تعالي من هنا هنروح الناحيه الثانيه. فبتجري ايفي عليه وهي بتقول حاضر حاضر جايه. واخيرا وصلوا للمعسكر الكبير وكان مليان مغامرين وقاعدين بيتكلموا مع بعض. فايفي وقفت مكانها وهي بتبص حوالين المكان باندهاش. القائد هنا قال بفخر وهو بيشاور حواليه ده معسكرنا خيمه السيف الملتهب. ميلا بقى لوحت لهم بايديها وقالت يلا اشوفكم بعدين. القائد رد وقال احنا داخلين اجتماع مهم بخصوص صيد الوحوش. فبنلاقي ايفي وقفت جنب ليجرا. بعدها لاتيرا بيبص لايفي وقال لها وهو متحمس انا عندي ورديه طبخ النهارده بس انا كارثه في المطبخ. ففي ضحكت وقالت له بتطبخ ازاي بقى؟ فقال لها بثقه كده بمهارات الهجوم الناري بتاعتي بشوي وبحرق وارش ملح وفلفل وخلاص بس كده. ففي بتضحك اكتر وبتقول له طب تعالى نطبخ سوا. وبداوا يجهزوا الاكل وفي بتاخد لحم الارنب وبتبدا ترش عليه شويه ملح والبهارات وبتقطع الخضار وبعدها بتقوم قاليه اللحم وبتحطه وتسويه مع الخضار في الحله. وطول ما هي بتطبخ بتشرح كل الخطوات اللي بتعملها. ولاتير هنا بيكون مبهور جدا من اللي هي بتعمله. ولما العشاء جهز قالت بحماس اتمنى يعجبكم. بس الكل كان واقف ساكت وباصين للاكل من غير ما يتكلموا. فقلب ايفي هنا بيقع وبتخاف ان الاكل يطلع مش حلو. لكن فجاه القائد سيلك بيقول يلا يا رجاله خلينا نبدا. وبيقوموا واخدين اول لقمه وساعتها تعابير وشهم خلت ايفي بتتوتر اكتر. لكن فجاه بداوا يضحكوا ويشكروا فيها وبيقولوا لها ده طعمه رهيب جدا. في اللحظه دي ميلا بتظهر وبتقول لهم انها شم ريحه الاكل. ايه الريحه الجميله دي؟ فلاتيرا قال لها بفرحه جيتي في الوقت المناسب. فبتقوم قاعده معاهم وبتاخد لقمه وبتقول ياه ده طعمه خطير. ايفي هنا بتبتسم وبتقول لهم مبسوطه انه عجبكم. فشيفل بيبص للترا وبيساله هو انت اللي خليتها تطبخ لوحدها صح؟ فبتلخبط في الكلام وبيقول ايه لا طبعا احنا الاتنين طبخنا مع بعض. وايفي هنا بتاكد له بتقول له ايوه كنا فريق وبنطبخ مع بعض. فبيقف لترا بفخر وبيقول انا بمهاراتي الخارقه في التحكم بالنار كنت بضبط الحراره زي كده بالظبط. وبيقوم ضارب كره ناريه في السماء بتنفجر زي الالعاب الناريه. ايفي هنا بقى عينها لمعت بفكره جديده وميلا سالتها ايه في ايه؟ فبتقول لها بحماس لو كان عندك انواع معادن مختلفه ممكن نخلي الالوان اجمل. فميلا بتطلع شويه معادن من الشنطه بتاعتها. فيفي بتبص لهم كده بحماس وبتقول بالمواد دي هنقدر نعمل عرض ناري اجمل. ثم مجمعهم في قماشه وبتديهم للترا وبيقوم هو واخدهم وبيرميهم في السماء واللي بيعمل كره ناريه جديده. وفجاه بنلاقي السماء بتتملى بالوان كتير ازرق واخضر وبنفسجي واحمر زي مهرجان ناري خيالي كده. ميلا هنا بقى بتقول دي اجمل حاجه شفتها في حياتي. وبعد ما الاحتفال خلص لترا لم الاطباق علشان يغسلها لكن ايفي قالت له سيبها عليا انا. وقبل ما يرد بيجي القائد وبيقول ايفي ريحي انت شويه انا هشيل الشغل ده. فبتقول له لا بجد انا عايزه اكون مفيده. فبيبتسم لها وبيقول لها ماشي يبقى نعملها سوا. فبتوافق وهي مبتسمه. ولترا هنا بيبص لها بحماس وبيقول لها ايه الكياته والطعامه دي؟ بعدها بيقوم حاضنها وهي بتضحك. وبيجي بقى وقت النوم ايفي كانت قاعده جنب سوره وبتديها العلاجات السحريه علشان تتغذى عليها. وبتقوم بعدها بتسرح شعرها وهي بتتكلم مع سوره بهدوء بتقول لها الناس دول طيبين قوي يا سوره. هما بقى هناك قاعدين بيتكلموا عن ايفي وكانوا مستغربين ازاي الولد الصغير ده بيسافر لوحده وهو شكله ضعيف كده جسديا. القائد هنا حس بيه بيقول انه خايف يتساب لو هو ملوش فايده علشان كده هو دايما بيحاول يساعد. لترا كان واقف وساكت بيسمع الكلام بدون ما يعلق. وبيجي تاني يوم وايفي وهي بتدور لقت صندوق مليان علاجات قديمه كانت بتاخد كام واحده لصوره لكنها فجاه شافت مجموعه من السلايم. وفجاه ميلا ظهرت وقالت لها هاي. بعدها بتؤمر السلايمات بتاعتها انها تتخلص من الزباله دي. فبتسالها ايفي بحماس عندك فكره عن السلايمات القادره على التحلل؟ فميلا ردت وقالت لها ده نوع نادر جدا ولو قدرت تمسك واحد حي ممكن تبيعه بسعر غالي. ايفي هنا بتحس بالاحساس الغريب ده تاني. فميلا لاحظت وبتقول لها في ايه؟ لكن قبل ما ترد بقيت المغامرين بيجوا ومعاهم صناديق مليانه زباله وبيقوم حاطينها جنب المكان. فلتر هنا بيقول وهو بيمسح عرقه خلاص خلصنا التنظيف يلا نكمل. ايفي هنا اتحمست جدا لفكره السفر للمدينه الجديده اوتوا. وقبل ما يمشوا بيقرروا يحتفلوا بيومهم الاخير هناك بعصير تفاح. وبتقوم ايفي جايبه اللحم وبتشويه قدام الكل. وبعد ما بداوا ياكلوا بتطلع لهم شوربه سخنه كمان. القائد بيبقى مبسوط قوي وهو بيشرب وبيقول الحاجه دي بتدفي الواحد بجد. والجرى اول ما يشرب بيقول دي سخنه جدا. بس هنا فجاه بتفتكر سيل اللي كان قاعد فوق الجبل وبدات تقلق عليه. في الوقت ده ميل وصلت وقالت لهم تعالوا بقى قابلوا اخوه.
اخويا. فايفي بتبص عليهم بدهشه وقالت ايه ده، هو انتوا توأم؟ وبعد ما اتعرفوا لتر قال ان مجموعتهم اسمها العاصفه الخضراء. فميلا بتاكد على كلامها بتقول لها دول اخواتي التوأم. التوأم دول بيقربوا من ايفي وبيقول لها انت شكلك ذكيه وشطوره. فايفي بتبتسم لهم، لكن فجاه مجموعه من الرجاله قربوا وواحد منهم اسمه توتو قال لهم امشوا من هنا. فايفي لوحت لهم بايديها وهي ماشيه، وميلا قالت لهم باي. لتر هنا بص للناس دول وقلب جديه، دول مجموعه البرق، مفيش علاقه كويسه بينهم وبين التوأم. بنيجي بقى والنار وهي والعه في المصباح جوه الخيمه. ايفي كانت قاعده بتراقب سورا وهي بتاكل، وفجاه حست بحاجه غريبه في الجو، وحست ان في حد بيراقبها، ومسكت سورا وقالت لها ادخلي جوه الشنطه. فبتنط جواها وبتقفل عليها، وسمعت صوت بيناديها من بره الخيمه، ايفي تعالي ساعديني نحضر الفطار. فبيطلع صوت لاتيرا الطباخ، فهزت راسها وقالت له جايه حالا. وبعد ما خرجت بتفكر وبتقول الاحساس ده كان ايه، هو ممكن يكون بسبب لاتيرا؟ فبتبص لسورا وبتهز راسها، وشافته ان في حاجه غريبه فيه، وان في حاجه فيه مخلياه مرعوب. تاني يوم بعد ما سابوا المكان وصلوا اخيرا لاوال عند بوابه المدينه. الحارس بص لايفي وقال لو سمحتي لازم تملي البيانات دي. فايفي بدات تكتب، وبعدها الحارس سالها عندك اي حاجه تثبت هويتك؟ فبتقوم ساحبه الحجر السحري بتاع حسابها وبتقوم مطلعاه عشان تاكد هويتها. فالحارس لما شاف ده هز راسه وقال لها تمام مفيش مشكله. وبعد ما خلصت البيانات اداها تصريح دخول وقال لها خدي بالك من نفسك واستمتعي باقامتك في اوال. واول ما دخلت المدينه كانت مذهوله، والشوارع كانت مليانه ناس، والمباني كانت ضخمه جدا. فلاتيرا قال لها قبل ما تتحمسي قوي كده لازم نلاقي مكان ننام فيه الاول. ودلوقتي ايفي هنا واقفه وسط ساحه المغامرين دول كلهم، والمكان اللي المغامرين بيحطوا فيه خيامهم، وبقيه الناس كانوا مشغولين في تجهيز المكان، منهم اللي كانوا بيعملوا الخيام ومنهم اللي كانوا بيجهزوا العشاء. الشمس هنا بتبدا تغرب، وقت العشاء جه، والقائد بيقول المدينه دي مش امان خلي بالكم. فليلدا بيقول ايوه في كمان اطفال هنا بيتخطفوا كتير، والموضوع بقى مقلق جدا. فبيأكد عليه القائد وبيقول له ومع كده لسه مش قادرين نلاقي المجرمين. وبنلاقي بولدا بيبص ناحيه ايفي بقلق وبيقول ايفي طفل برضه ولازم نحميه. فرفعت ايفي راسها وبتقول في حاجه غريبه فضلت تلاحقني. وفجاه القائد طلب من الفرقه يفردوا غطاء سحري حوالين المكان علشان ما حدش يسمع كلامهم. وبص لها القائد وقال لها كملي ايه اللي حصل بالظبط. ايفي قالت له ان كان في حد بيجري ورايا، كائن غريب كده مش طبيعي، بس الوحش بتاعي خلاه يبعد بعيد. الكل هنا بصوا لبعض بقلق، وايفي كملت وبتقول انا حاسه اني شفت نفس الكائن ده بره الخيمه اليوم ده. وهنا بقى بدات الفرقه تناقش مين ممكن يكون ورا الموضوع ده. فشيفل سالها وبيقول لها انت ايه رايك يا ايفي؟ فبترد وبتقول له انا بشك في ميلا الصراحه. والكل بيبص لها، والقائد بيسالها بجديه وبيقول لها انت متاكده؟ فايفي بتكون عارفه ان سورا هي اللي بتحس بالكيان ده، بس مش قادره تقول الحقيقه، وبتقول لهم انسوا اللي انا قلته يمكن اكون غلطانه. وبيجي العشاء وهي قاعده لوحدها، فبتبص لسورا وبتقول لها انا مش قادره اقول لهم عنك. لكن فجاه افتكرت كلام العرافه اللي كانت بتقول لها لما يجي الوقت الصح لازم تثقي في حلفائك. فبيجي الصبح بدري وايفي خرجت من الخيمه وهي لسه بتحاول تفهم ايه اللي بيحصل حواليها، والجماعه بيقوموا جامعين بعضهم تاني وبيعملوا غطاء سحري عشان الكلام ده يفضل بينهم وما يطلعش بره. فلاتيرا كان اول واحد بيتكلم وبيقول زي ما قلتي ميلا طلعت هي اللي جرت وراكي، وبيقول لها ان في واحد كان بيراقبها ولقاهم بيتكلموا مع تاجر في نص الليل، وبعد ما التاجر مشى اتحركوا يشوفوا الحكايه وسالوهم هم كانوا بيعملوا ايه. فردوا بيقولوا احنا كنا بنساعد بس يا ترى ليه كانوا مستخبيين وكاتمين الصوت. الكل بيبدا يشوف الموضوع ماشي ازاي، وفي قاعده ساكته بتسمع لحد ما القائد بيبص لها وبيقول لها كنتي صح طلعت ميليا، شكرا انك خليتينا ناخد بالنا. وليلدا بيزود على الكلام يقول لها برافو يا ايفي عملتي الصح. ايفي هنا بصت لهم وهي مش مصدقه وقالت انتوا فعلا مصدقيني، وحست لاول مره انها مش لوحدها وانهم شايفينها حد مهم بينهم. وليلدا شاف ملامحها وسالها مالك انت كويسه؟ فايفي وقفت كده فجاه وقالت استنوا في حاجه لازم اقولها لكم. وبتقوم جاري على الخيمه بتاعتها وبتفتح الشنطه وقالت لسورا اطلعي. فسورا طلعت وبدات تحكي لهم ان هي اللي حست بطاقه ميلا. فالجماعه كلهم هنا بصوا لبعض في دهشه. واحد منهم قال وهو بيبص على سورا انا عمري ما شفت حاجه زي دي قبل كده في حياتي. فريكليف تقرب من سورا وابتسم كده وبيقول دي كيوت قوي. وبنلاقي سورا بينام على رجل ايفي، وبنلاقي الاخ بيقول طب تعالوا نجرب حاجه نشوف لو سورا يعرف يكتشف الكذب ولا لا. فريكليف قال له انا لارا. فسورا ترعش وده كان معناه ان ريكليف كذب. وورك قال مارلك شرب العصير التفاح بتاع شيفل. فشيفل لف وبص لمارلك اللي كان بيحاول يستخبي وصرخ له بيقول له هو انت شربت العصير التفاح بتاع كلب؟ فمارلك بيجري وشيفل بيجري وراه عايز يفرمه. فريفلك بيبص لسورا بيقول هو مستغرب ده سليم جامد جدا. فبتبتسم ايفي بتقول ايوه دي صاحبتي الغاليه. وبيجي بالليل والكل كانوا قاعدين مع بعض بياكلوا وبيتكلموا عن خطه عشان يعرفوا يمسكوا العصابه اللي بتخطف الاطفال. فريترا بيقول مؤلم قوي نفكر ان ميلا جزء من المصيبه دي. فايفي سكتت وبعدين قالت حاسه ان في ناس تانية كمان خاينين. فبصوا لبعض واحد منهم قال هم اتكرموا من نبيل بعد تنفيذهم المهمه بعكس الباقيين اللي عملوا نفس الحاجه وما اخدوش اي حاجه. فايفي قالت يبقى النبيل ده شغال مع العصابه وكان بيختبر مين ممكن يكون معاهم، وعشان كده جرينجل نجح في الاختبار ده. فالكل بص لايفي كده باندهاش. واحد منهم قال ازاي عيله صغيره لاحظت حاجه احنا كلنا ما خدناش بالنا منها. فايفي قالت انا مش صغيره النهارده عيد ميلادي التاسع. واول ما القائد بيسمع كده بيبتسم وبيقول لها كل سنه وانت طيبه يا ايفي. والكل
بيبدا يسقف، وبنلاقي شيفل بيقول لها وهو بيضحك عقبال مليون سنه يا ايفي. فايفي بتقول له شكرا، وحست ان بقالها كتير ما سمعتش حد بيقول لها كده. بعد كده القائد بيقرب منها وبيقول لها ايفي احنا محتاجين مساعدتك عشان نكشف الخونه، جاهزه؟ وبيجي تاني يوم الصبح وصلوا قدام نقابه المغامرين، واول ما دخلوا لقوا راجل قاعد مستنيهم وبيقول لهم انا روفل. فبولدا بص له كده وقال لي ايفي ده رئيس النقابه، فبتسلم عليه وبعدها بدهم بس على صوره. وبعد شويه واحد تاني بيقدم نفسه بيقول انا بروك سباي قائد النقابه، وبنلاقي صوره برده ما عملتش اي رده فعل. فبيبي بترد وبتقول له تشرفت بمعرفتك. وبيجي نائب القائد وبيقول وانا جروب، فصوره برده ما عملتش اي رده فعل، وبيطلع كره السحريه من جيبه وبيعمل نفسه بيفحصهم بيها. وبعد ما لف بيها شويه قال يظهر ان مفيش حد مشكوك فيه هنا. فيفي قالت له دي اداه سحريه بتكشف الخير من الشر. فالرئيس بيقول لها يبقى هنحتاج مساعدتكم عشان نكشف الخونه اللي شغالين مع العصابه. وبنلاقي بولدا بيرد واحنا هنا برده عشان كده. وبعدها بيغمز ليفي بيقول لها يلا نبدا. وبيجي تاني يوم وبيقفوا قدام بيت عشان يشوفوا الحراس الاول. المهم بيجي الاخ ده وبيقول ده بيت تاجر وكان تابع للعصابه دي قبل كده، وبيبقوا مقربين من الحراس والقائد بيتكلم معاهم. فزورا لما بتشوف الحارس اللي شعره احمر ما عملتش ردة فعل، معنى كده ان الراجل ده مسالم. بس اول ما الحارس التاني بيجي واللي اسمه ماليفيدولا، سورا بتبدا ترتعش. فيبي بسرعه نبهت بولدا، وبعدها بيدخلوا كلهم والقائد بيقول ما كنتش اتوقع ان ماليفيدولا يبقى خاين. فاجروب رد عليه وقال له انا كنت واثق فيه. وبولدا بيبص لايفي بيقول لها احنا معتمدين عليكي. اليوم خلص وهم بيفحصوا الحراس لحد ما الليل جه وايفي خلاص تعبت. فتيرا قال لها شغل عظيم يا ايفي. والقائد وباقي الفريق كانوا قلقانين عشان 38 من اصل 157 حارس طلعوا خونه. وبعدين بيظهر قدامهم 2 نبلاء، واحد فيهم قال كنا معديين وقلنا نشوف الاخبار. النبيل الاول فيتوريا بيقدم نفسه، وسورا هنا بتبدا ترتعش تاني. فايفي برضو بسرعه بتنبه بولدا. والنبيل التاني فروندا بيقدم نفسه، بس سورا هنا مش بتعمل ردة فعل. فيتوريا بيقول بلغونا لو لقيتوا اي حاجه، وبعدين مشيوا. القائد هنا بيتعصب وبيضرب الحيطه بيقول هو احنا كل ده كنا عايشين وسط الخونه دول؟ دي غلطتي. بس بولدا بيقول له ما تلومش نفسك، ما كنتش تعرف. فبيرد عليه القائد وبيقول له المكان ده تابع للعصابه، بس ازاي ما لقيناش اي دليل نعرف انهم العصابه؟ فهي قالت له اكيد الحراس الخونه كانوا بيبعتوا معلومات غلط. فليترا بيقول لها معاكي حق، يلا نبدا نفتش المكان. اجروب بيبص لايفي وقال لها انت مش عندك 6 سنين؟ فايفي بترد عليه بتقول له لا انا عندي 9، بس شطارتي في الاستنتاج تخلي اي حد يفتكرني اكبر من كده. بعدها بيتحركوا ناحيه اوضه ماجولدا واللي كان ماسك المكان. القائد خلاه يروح يعمل شغل تاني، وبمجرد ما خرج بداوا التفتيش وقلبوا في الاوراق والملفات، بس مفيش اي حاجه تدل على انه من العصابه او مشكوك فيه. فايفي بدات تفكر في دليل ممكن يكون مستخبي في اي حته. فلمحت كتاب بتلمس كذا مره، فجابت كرسي وراحت تشيله. واول ما شالته لقت في اوضه سريه اتفتحت، فالكل بيجري ناحيتها بسرعه وبداوا يدوروا. والمفاجاه هنا كانت انهم لقوا صندوق مليان فلوس وذهب. فالقائد وقف وقال شكل العصابه دي خطيره قوي. ومش بس كده، ده كمان لقوا ملفات كامله عن شغل العصابه واتفاقاتهم التجاريه. فبيقول القائد احنا هنسيب كل حاجه زي ما هي عشان الخونه دول ما يشكوش فينا. وبعدين كانوا كلهم قاعدين بيتناقشوا، فشيفل قال بمساعدتك قدرنا نكشف الخونه دول. وليترا بيقول ودلوقتي احنا مش هنسيب اي حد من العصابه يفلت. فبترد عليهم ايفي بتقول لهم اكيد. وبعد شويه ايفي بتصب الميه في الحوض، فالحوض اتملى لوحده. فليترا بيقول لها ده غرض سحري بيستدعي الميه ولا ايه؟ فايفي بترد عليه بتقول له كده الغسيل هيبقى سهل. وبتقوم مطلعه الهدوم عشان تبدا الغسيل. فليترا سالها وبيقول لها هو انت فعلا ولد؟ فايفي كانت هتعيط بس ليترا قال لها ما تعيطيش. فبتقول له انا اسفه اني كتبت عليك. فبيقول لها ما تقلقيش، انا فاهم ان السفر لوحدك كبنت خطر جدا ومش هنقول لحد. وفجاه ميلا بتظهر وقالت بقالنا كتير ما شفناش بعض. فقربت منهم وعزمت ايفي تخرج معاها تتمشى في المدينه. وبعدين قالت تعالي نروح محل الحلويات المشهور هنا. فبتتردد ايفي، فليترا هنا قطعها وبيقول انا كمان عايز اجي. فميلا بتقول انا بعزم ايفي بس على ممروكو، بس برضه ليترا بيصر بيقول لها انا هاجي برضه بس هنروح فلافلو. فميلا بتقول له ماشي يبقى كلنا نروح سوا. وفجاه اخواتها ظهروا وبيقولوا ايوه كلنا 5. فايفي هنا بتصدم وبتسكت، وليترا كمان بيكون قلقان منهم وبقوا واقفين كده بيبصوا على بعض اللحظه. وبعدها ميل بتتحرك قدام وبيبقى وشهم في وش بعض. فايفي كانت مستغربه ومستنيه تشوف ايه اللي هيحصل. وفجاه بيمدوا ايديهم وبيلعبوا طوبه ورا مقص. فليترا هنا بيعمل الحجر وميلا بتختار المقص، فبيكسب وبيكون مبسوط جدا وبيقول يبقى هنروح فلافلو. وبعدين بيدخلوا محل فلافلو والجرسون بيقدم حلاوه لايفي، وبيشوفوا التوأم قاعدين ياكلوا زي المفاجيع وبيطلبوا اكتر. فليترا بيقول انتوا المفروض تاخدوا وقتكم علشان تستمتعوا بالحلاوه دي. بيقوم واخد قطمه بيقول هي دي السعاده. ميلا هنا بتسال ايفي وبتقول لها مبسوطه؟ فايفي بتبتسم وبتبص على صوره واللي بدات ترتعش وقالت الناس دول خطيرين. وفجاه ليترا بيقول لو مسكتوا ايفي مش هرحمكم. فواحد من التوأم بيقول له انت بتهزر، احنا ما ينفعش نقاتل حد معاه 3 نجوم. فبيرد واحد تاني بيقول انا عندي مهاره دفاع بنجمتين بس. فميل بتوقفهم وبتقول لهم مفيش داعي للفوضى. بس بيجي حد من اخواتها التوأم وبيبدا يسخر منها وبيقول لها انت شاطره بس في ترويض السلايم عشان تنضفي الزباله بس. فميلا هنا بتتضايق، بس ايفي بترد وبتقول لا انا شايفه ميلا فعلا كويسه، وتنظيف الزباله ده شغل مهم جدا عشان نحافظ على البيئه وتكون نضيفه.
لطيفه، فميلا بتشكرها. فواحد من التوأم بيقول المهارات هي اللي بتكسب فلوس احسن من الترويض، والكلام ده بيخلي ميلا تتضايق اكتر. بعدين بيخلصوا وبيمشوا، وايفي بتقول للترا سورة قالت لهم انهم مش كويسين. فلترا بيقول لها طيب وايه رايك بقى في الحلاوه اللي اكلناها؟ فبتقول له كانت حلوه قوي. وبعدين بيقول لها انا اخترت المحل ده عشان الناس هنا يعرفوني وكان مكان امن. فبترد عليه بتقول له يعني عشان كده حبيت تيجي هنا بدل ما تروح هناك؟ فبيقول لها ايوه انا كنت عايز ابعد عن المكان اللي هم كانوا قايلينه. فبتزعل ايفي هنا عشان هم طلعوا من الخونه. بس لترا بيقول لها لما كنت صغير كان الاطفال بيجروا في البلد دي وهم مرتاحين، ولما كنا بنعمل حاجات كويسه الكبار كانوا بيشجعونا، ولما بيمسكونا واحنا بنشاغب كانوا بيضربونا. بعد كده بنشوف هنا ولد صغير بيلعب لوحده وبيحاول يمسك فراشه، بس امه بتظهر وبتحاول توقفه. بس لترا بيقول لها دلوقتي البلد مش امان عشان بقى في خطف اطفال كتير. وبيجي بالليل ولترا بيقول للكل احنا قابلنا جرينجل. واحد منهم بيقول هم جايين عشان يخطفوا ايفي؟ هم كانوا جايين عشان عايزيني انا وايفي ناكل حلاوه معاهم. فبيرد عليهم شيفل وبيقول هم كانوا عايزين يبيعوا ايفي للقائد، بس ليه غامروا ويخطفوها؟ فواحد تاني بيقول ايوه الناس هنا هتشك انهم خونه، وبتقول مش هيبقى في مشكله لو هم اكتشفوا انهم خونه لان بعد كده مش هيكون في خطر على المنظمه. فالراجل الاقرع ده بيقول بس الخونه دول هيبقوا مجرمين مطلوبين. فيفي بتفكر تاني وبتقول ممكن المنظمه تكون شايفه ميلا واللي معاها كدمى للحمايه. فبيرد لترا ايه المفروض اللي نعمله دلوقتي؟ فيفي بتقول له انا عندي خطه وبتشرح لهم كل حاجه. فالقائد بيرد عليهم وبيقول لهم تمام دلوقتي دي فرصتنا عشان نقبض على الخونه. في اليوم اللي بعده شفنا كل المغامرين مجتمعين بره. فمستر جليد ريجليف قال لهم انا جبتكم هنا النهارده عشان اطلب منكم خدمه. دي ايفي وزي ما انتم عارفين حالات الاختطاف بتزيد في المدينه، فعايزكم كلكم تحموها، بس الطفل ده في الاول محتاج يتعرف على اشكالكم، فممكن تقدموا نفسكم واحد ورا التاني. ففي اللحظه دي ميلا كانت بتشاور لايفي، فايفي بتتردد. اول راجل بيمشي ناحيتها وبنلاحظ ان سورة بدات ترتعش. فالراجل بيقول لها اهلا بيكي. ايفي اتفاجئت لما شافت سورة بترتعش بقوه اكتر، وقالت لبارورد واللي رد عليه. في الجهه التانيه كابتن بروكسبي كان واقف بيفكر، فمساعده ساله مالك في ايه؟ فبيرد عليه بيقول له لا انا بس كنت متخيل كام حاجه. بعدين قال له الطفله ايفي دي مميزه عشان بتعرف الخونه اللي في المدينه. وبعد كده سمع حد بينادي عليه واللي كانوا شيفل وفريقه. فبيقول له شيفل من فضلك نظم وحده خاصه لان تم اكتشاف مكان وحش في كهف في الغابه. فالكابتن بيقول له تمام، وطلب من اجره بيختار الاعضاء لفرقه خاصه. ودلوقتي بنشوف المحل اللي قاعدين فيه كلهم، وايفي بتسال هو ده دانزو؟ فلترا بيقول ده خطر، بس ميلا هنا بتقول لهم دي احلى حلاوه هنا لازم تجربوها. وبعدها دانزو بيطلب للي قاعدين كلهم. فصاحب المحل بيقول تمام انا هجيب لكم، وده بيخيم امل لترا. في الوقت ده ايفي كانت بتشيك على الصوره لانها كانت بترتعش. فمسكت لترا وبتقول له صوره بترتعش يعني النادل ده خاين، ودلوقتي هم كلهم بيتكلموا مع بعض. فلترا بيقول محتاج مساعدتكم في مهمه سريه. فصاحب المحل كان بيسمع كل حاجه. فلترا بيقول في وحده حراس كبيره هتروح تقاتل الاغز، وده بيخلي المدينه عرضه للهجمات. فالتوأم بيقولوا له تمام هنساعدك في حمايه المدينه. صاحب المحل الخبيث بقى هنا بنشوفه بيخلط ماده منومه في الطبقين وبيبتسم، وبعدين بيقوم مقدم الحلاوه للكل. ولما شافوا الحلاوه لترا هز راسه جامد وبيقول لايفي انها ما تاكلش دلوقتي. وهم لسه بيكملوا كلامهم صاحب المحل بيمشي بسرعه علشان يبلغ المنظمه عشان يهاجموا المدينه. في الوقت ده لترا بيقول لهم ازاي بتساعدوا المنظمه. فميلا بتقول انت بتتكلم عن ايه؟ ولما بيسحب الحلاوه المسممه بيقول يلا كله. بس ميلا هنا بترد وبتقول يلا نوقف ده يا اخواتي. فبيرد عليهم وبيقول لهم انا عارف انكم خونه. فبيقوموا عشان يقتلوه، ومال هنا بيخرج خنجره وتوتا بيخرج سيفه عشان يقاتل. ولات هنا بيكون عرفهم على حقيقتهم. فلما بيضرب الترابيزه برجليه، بس لترا بيدور وبيبدا يقاتلوا هما الاثنين. وبنشوف لترا بيزقه على الحيطه وتوتا بيحاول يهجم عليه، لكن لترا بيوقفه وبيقول له استسلم. ايفي هنا كانت خايفه جدا، فلترا بيشيله بعيد. وبنلاقي مالما بيقوم علشان يقاتل لترا، لكن لترا بيعرف يتفادى ضرباته. وفي اللحظه دي ايفي بتقول لترا يبص وراهم عشان توتا كان هيدخل عليه. فبنلاقي لترا بيضرب نار، لكن مالما هنا بيستخدم الميه علشان يلغي تاثير النار دي. ودلوقتي بنلاقيهم هما الاثنين جاهزين للهجوم مره تانية. فبنلاقي لترا بيطلع سيفه وهم بيتحركوا، وميلي هنا بتستخدم السلايم بتاعتهم عشان توقفهم. ووسط ما هم بيتعاملوا مع السلايمز لترا بياخد الفرصه دي علشان يهاجم. ودلوقتي بنلاقوا الكل وقعوا مهزومين، وميليا بتقول لهم انا اسفه على الخيانه، لكن ايفي بتقول لها شكرا انك وقفتي التوأم دول. وفي اللحظه دي صديق لترا ظهر وبيسال وبيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فلترا بيقول له ساعدونا علشان نرجعهم لمكانهم الصح. رجعوا تاني للقصر وبنلاقي الحراس واقفين في اماكنهم، ومره واحده الناس المنظمه بيهجموا والحراس بيبداوا يقتلوهم. وفي الوقت ده شويه مهاجمين بيروحوا للحراس الخاينين واللي بيشاور لهم اشاره متفق عليها، وبعدها بياخدوهم جوه. فالنبيل الخاين ده كمان راح ناحيه الاوضه ودخل وقال شغل حلو، وبعدها راح يزق الكتاب. فالاوضه السريه اتفتحت ودخل وشاف بي نايم، بس مره واحده بيتضرب بالنار، وفجاه واحد من قنابل النجوم بتنفجر وبدا الدخان ينتشر في القصر كله. ناس المنظمه هنا مش قادرين يتنفسوا وبيغمى عليهم. وبنرجع للاوضه والانفجار حصل، فحاولوا يجروا بس بيقعوا على الارض مغمى عليهم. ومن الناحيه التانيه الكابتن كان واخد الوحده الخاصه عشان يقبض على الباقي، واجروب بيقول التجار ورانا مستعدين يوقعونا. فالكابتن بيرد عليه بيقول له دول
الاغبياء. بعدها اداله جهاز، فجروب بيساله لو هو ينفع يستخدمه، فالكابتن قال له دلوقتي ينفع، والتجار كانوا جاهزين يسحبوا سيوفهم. وفجاه الاتنين فهموا ان الخونه ناويين يهاجموهم، وبنلاقي في 2 خونه طلعوا السهام وبيضربوا، والكابتن قال هنا جروب جهز نفسك، فجروب بيتفادى الضربه، والكابتن هنا بيفتح الشبكه، واول ما بداوا يعفروا الكابتن صعقهم بالكهرباء عشان يعطل سحرهم. بعدها جروب نط من على ظهره علشان يمسك الباقي. في نفس الوقت القائد دخل في خناقه مع المغامرين الخونه دول واصحابه، وبداوا يضربوهم. واحد فيهم حاول يستخدم سكينه بس خد شلوط قوي طيره بعيد، بيقوم شيفل ماسك مضرب وبيقوم ضربه، بس بنلاقي واحد هجم على بالد، بس بالد عرف يوقفه عند حده، والقائد قال امسكوا كل الخونه دول، وبالوردس بيقوم ضارب واحد في دماغه. وبعد ما قبض عليهم كلهم الكابتن قال مش هتعرفوا تضحكوا علينا تاني، وبيقوم ضاربهم جروب بالصعق الكهربائي. بعدها بنشوف القصر والكابتن بيقول قبضنا على كل الخونه. القائد شكر ايفي، وبالوردس قال دلوقتي المدينه بقت امان. فالنبيل الخاين اتعصب وهو بيتاخد على السجن، ففراندا بيقول له مفيش حد هينقذك دلوقتي خلاص. وبعدين بنلاقي اهل المدينه كانوا متعصبين وعايزين الخونه دول يتحبسوا باي شكل، فبالوردس قال ان الموضوع ده بيكبر، بس الكابتن دخل وسطهم وقال اهدوا كلكم كده، الخونه دول هياخدوا عقابهم. بس الناس بتفضل تصرخ وبتقول لهم طلعوهم واحنا اللي هنخلص عليهم. فالكابتن رد عشان يريحهم وبيقول لهم دول لو ماتوا دلوقتي هيبقوا ارتاحوا، بس انا بوعدكم انهم هياخدوا جزاءهم اللي يستحقوه. فيفي هنا بتبص بتقول الكابتن ده جامد قوي، فليترا بيقول لها انا شايف انك اجدع منه، فهي بتقول له انا نفسي ابقى زيه. وبيجي اليوم اللي بعده في القصر، والكابتن واجروب قاعدين مع ايفي بيتكلموا، فالكابتن اداها ورقه فيها اسماء التجار اللي ليهم علاقه بالمنظمه، فايفي بصت فيها وقالت يا نهار ابيض دي قايمه طويله قوي، ومره واحده عينها وقعت على مستند معين، والكابتن قال في مكافاه 150 لدل كل تاجر مقبوض عليه، فممكن تمضي هنا عشان تستلمها. ايفي هنا بدات تحسب في دماغها الرقم ده كان كبير جدا، فبتاخد القلم وبتمضي على الورق. بعدها سيل بيظهر وايفي بتفرح جدا لما بتشوفه، وبتقوم جري عليه وبتحضنه، وبعدها بنلاقي دخل جوه الشجر، ومره واحده الفيران والارانب بداوا يجروا ناحيه الفخ اللي ايفي كانت حطاه. فيفي قالت سيل انت اللي عملت كده عشاني، وبتبقى مبسوطه. بعدها بنروح في محل الجزاره، وبنلاقي الجزار بيقول لايفي انت دايما بتجيبي لحمه طازه، فبترد ايفي بتقول له انا هجيب لك كمان فبيقول لها انت اللي ممشيه الشغل عندي يا بنتي، واداها الفلوس. فايفي بتقول له شكرا. في اليوم اللي بعده بنشوف الاكل متحضر والناس قاعدين بيستمتعوا في المطعم، وبنلاقي ايفي قاعده مع الكل على الترابيزه، ورئيس النقابه بيقول لهم يلا نحتفل بسقوط المنظمه، والكل قاعد بيهتف. فيفي كانت بتشرب، بس الناس بداوا يحطوا قدامها كميات اكل كبيره جدا. بعدها الكابتن قال لهم ان النبيل فيتوريا يقدر ياكد كل اسرار المنظمه السوداء، ودلوقتي المنظمه انتهت خلاص. ايفي هنا سالت طب وميلا واخواتها، فبيرد عليها رئيس النقابه بيقول لها محبوسين عشان ساعدوا المنظمه وهم جوه السجن دلوقتي. بس وهم جوه السجن بنلاقي ميلا قالت اخيرا انا اتحررت من الشغل ده، فبتقول لهم ايفي انا عايزه اوريكم حاجه، وبنلاقيها طلعت صوره وقالت ده اللي ساعدنا. فرئيس النقابه قال هو انتوا رجعتوا السلام للمدينه؟ فصوره بيبتسم، وبعدين بيسال ايفي تحبي تعيشي في المدينه دي؟ فالكابتن كمان قال ايوه احنا عايزينك تفضلي معانا. فايفي هنا بتبقى متاثره جدا، والباقي كمان طلبوا منها انها تعيش معاهم، فبتكون مستغربه وبتفكر بتقول انا ممكن اعيش هنا، والكل كان مستني جوابها. بعدها بتبص على صوره وافتكرت كلام الست العرافه اللي قالت لها لو لقيتي حد تثقي فيه يوم من الايام لازم تقول له عن نفسها. فبتقول لهم انا عايزه اقول لكم حاجه، وبتقوم ماسكه صوره وبتقول انا مفيش عندي اي نجوم. فالكل هنا بيتفاجئوا من الكلام ده، فبتكمل كلامها وبتقول انا لما كان عندي 5 سنين لمست ميه مقدسه في المعبد، والميه هنا ظهرت ان انا من غير ولا نجمه، وبعد كده طردوني من بيتي واصحابي رموني بالحجاره، فجريت من القريه وانا خايفه، لكن في ست طيبه عرافه تبنتني. ولكن في الجهه التانيه رئيس القريه قال للناس ان الاطفال اللي مفيش عندهم نجوم بيبقوا ملعونين، وقال لهم يطردوني. ففضلت اجري وكنت حزينه ومجروحه وكنت خايفه جدا، وبقول في نفسي لحد امتى هيفضلوا يطردوني. ففضلت اجري لحد ما وصلت هنا، ويعني كانت حزينه جدا وهي ماسكه صوره، والكل كان بيسمعها وبيبص لها. فليتر قال انا شايف ان عندك قوه كبيره جدا، وواحد تاني بيقول لها انت قويه جدا يا ايفي واحنا معاكي. فدموعها بتبدا تنزل، ورئيس النقابه بيقول لها سرك محفوظ يا ايفي. وهي هنا بتمسح دموعها وقالت انا عايزه اكمل رحلتي مع سورا. لكن بعد ما قابلت الكابتن اوكتو وهي بتمسح دموعها قالت انا عايزه اكمل رحلتي مع سورا، ولكن بعد ما قابلت الكابتن اوكتو ساعدني كتير، وانتوا كمان ساعدتوني بطريقه مختلفه عن الناس اللي كانت في قريتي او عيلتي، ودلوقتي انا فهمت ان اللي عرفها كانت تقصده، عشان كده هي عايزه تقابل ناس اكتر. فالناس قالوا لها بالسفر هتقدري تتعلمي اكتر. فبترد عليهم وتقول لهم ايوه. واحد منهم بيقول لسورا هنفتقدك يا سورا. فالكابتن بيقول يلا نعيش اجمل اللحظات مع ايفي. وبالوردس بيقول وعشان وداع ايفي النهارده هنشرب عصير تفاح. دلوقتي ايفي هنا اخدت سورا على جنب، وسورا قالت لها بو بو، فايفي بترد عليها بتقول لها دي السعاده الحقيقيه صح. وبعد كده بيجي الصبح وكلهم بيجتمعوا عشان يودعوا ايفي، وبالله ايفي بتقول لهم انا جاهزه امشي. فتره بيقول لها مش ناسي حاجه. فالكابتن
بيقول ده كفايه، فبتلف ايفي بتقول لهم شكرا على الشنط السحريه، وقالت انها كده سهله علشان تشيل الحاجات، والكل بقى بيودعها بيقول لها رحله سعيده. والكابتن بيقول ان ايفي عملت شويه بحث عن صوره، وهو اضعف نوع من السلايم، وانه ممكن يتاثر من قبل ستارلس. في حاجه بتتك في دماغ ايفي وبتقوم فاتحه الشنطه بتاعتها وبتفكر في نفسها كده، بتقول انا جيت هنا عشان اقابل صوره. بعد كده بيقولوا لها خليكي مرتاحه وارجعي في اي وقت، وبيقوموا مودعينها وبيقولوا لها باي. وهم واقفين كده بيتفرجوا عليها وهي بتبعد، بيظهر سيرو بيفاجئهم، فشيفل بيقول لهم هي ما عندهاش نجوم بس عرفت تروض اقوى الوحوش. وبس كده بتخلص قصتنا مع بنت فاميشيا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، وتكتب لنا تحت في التعليقات تعليق محفز. ويلا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.